السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وصلنا للجزء الرابع ديال الموضوع ديالنا، كيفاش تصدر وتستورد في المغرب. كمصدر يمكن ليك تحتاج لتموين بنكي. البنك في المغرب تيدير راه الإشارة ديال الزبناء المصدرين واحد مجموعة ديال القروض والتمويلات ولا خطوط الائتمان اللي تيمكن ليها تمول عملية التصدير من البداية ديالو، من شراء المواد الأولية، تحويل إلى وصول السلعة للزبون ولا الزبناء في الخارج، وكذلك مرحلة ما بعد التصدير. ولكن هاد القضية ديال التمويل راه موضوع طويل وخصو حلقة ديالو بوحدها، خصو ليه حلقة ديالو. لاحظتو بزاف ديال المواضيع تنقول بأن خصني نخصص الحلقة ديال كل حاجة تيمكن لي نطرق ليها في هاد الفيديو اللي دازو ولا في هاد الفيديو. إذا التمويل راه طويل والموضوع ديالو طويل وخصو الحلقة ديالو بوحدو. كمصدر أيضا تيجيك طلب من عند الكليان ديالك، من عند الزبون ديالك، وهذا الطلب تيكون فيه واحد اتفاق. من بعد هذا الطلب تيكون واحد اتفاق على بزاف ديال النقاط. الأول ديالها هي شنو هي السلعة، المواصفات التقنية ديالها، لا كاليتي ديالها، وكذلك الثمن ديالها والكمية والعملة اللي غادي تعاملوا بها، واش الأورو ولا الدوفيز. في جميع الأحوال هنا في المغرب خصك تتعامل بالعملة اللي يمكن لها تصرف في السوق ديال الصرف المغربية. كذلك تتناقشوا على هذا الثمن كيفاش غادي يكون مكون، واش داخله فيه مصاريف النقل، التأمين، مصاريف ديال الديوانة ولا ديال الديوانات اللي غادي تمر منهم السلعة. هنا تنهضروا على لي زانكوتير، أي مصطلحات الدولية للتجارة، والعدد ديالها 11. وحتى هي أيضا هاد لي زانكوتير راه فيهم ما يتقال، لأن كل انكوتيرم فيه تيتكون من الثمن ديال السلعة زائد بعض المصاريف، يمكن ديال النقل، ديال التأمين، ديال بزاف ديال المسائل. هما العدد ديالهم 11 وتيخصهم حلقة ديالهم. وكذلك راه لي زانكوتيرم هما اللي تيحددوا الثمن ديال السلعة، وكذلك المخاطر شكون اللي تيتحملها، لأن السلعة فاش تتسافر راه تيكون أخطار، تتعرض لأخطار إما ديال الحريق ولا الغرق ولا التلف إلى آخره. وإذا هاد لي زانكوتيرم راه تيحددوا شكون اللي مسؤول. أنت كمصدر بعتي السلعة للزبون، إمتى تتحد المسؤولية ديال السفر السلعة ديالك، وإمتى تبدا المسؤولية ديال اللي غادي يشري من عندك. لذلك فهاد لي زانكوتيرم تيخصهم الحلقة ديالهم بوحدهم. ونعطيكم غير مثال ديال لي زانكوتيرم غير باش هذا. كاين فريمومبور، فوب، كاين كوتي فريت، سي اف، كاين سيف، كوت انسيرونس فريت، ان فريت، الى غير ذلك. لما تتفقوا على الثمن على لانكوتيرم تتفقوا على النقطة ديال السلعة، منين غادي تمشي، وأي ميناء غادي تحط فيه، ولا أي نقطة غادي تنطلق منه، واش من نقطة غادي توصل ليه، واش غادي توصل حتى اللوكال ديال المشتري اللي على الخارج، اللي في الخارج، والميناء أو الميناء ديال البلاد ديالو، أو ميناء ديال بلاد أخرى إلا ما كانش هما عندهم البحر. كذلك تتفقوا على الوثائق اللي غادي تمشي مع السلعة، لأن هذاك اللي غادي يشري من عندك خاصو الوثائق باش يديواني السلعة ديالو، باش يمكن ليه يديواني السلعة ديالو في البلاد ديالو. كما أنه يمكن يحتاج لهذه الوثائق حتى المرور ديال السلعة من المغرب لبلدان أخرى. نعطيك مثال، مثلا السلعة غادي تمشي من المغرب للسنغال، إذا ضروري ما غادي تدوز على موريتانيا،
اذا السلعه غادي تنطلق من عندك من اللوكال ديالك، غادي تدوز على الديوانه في الكركارات ديال المغرب، وغادي تدوز في الديوانه ديال موريتانيا في الدخله ديال موريتانيا عند الدخول، وفي الخروج ديال موريتانيا الديوانه ديال الخرجه ديال موريتانيا، وكذلك الديوانه ديال السنغال في الدخله ديال السنغال. اذا خصك توجد كاع الوثائق اللي غادي تسهل المرور ديال البضائع من الديوانه ديال بلادك وديال بلاد اخرى ولا ديال بلدان اخرى، وكذلك الوثائق اللي غادي تمكن اللي غادي يحتاجها الكليال ديالك، سواء لا كونطابيلتي ديالو ولا الديوانه ولا المصالح اداريه اخرى. وكذلك تتفقوا على بزاف ديال النقط، مثلا هذيك السلعه شكون اللي غادي يدير التامين ديالها. المهم راه داخله في لانكوتيرم، و لي ديتاي كاملين اللي تيطلب منك الزبون ديالك باش السلعه ديالو توصل في احسن الظروف. اون فوا تكون تتوجد هاد لي دوكيمون وتتكون صافي غادي تصدر السلعه، لا بد ما دير اجراءات جمركيه مع الجمارك المغربيه مع الديوانه ديال المغرب. اذا خصك اولا دير لا ديكلاراسيون في سيستم بادر ديال ليكسبورطاسيون، سي لا ديكلاراسيون اونيك دي مارشانديز في سيستم بادر. سي اون ديكلاراسيون اون لين، تدير هاد لا ديكلاراسيون في الانترنت في السيت ديال في سيستم بادر ديال لا دوان الديوانه ديال المغرب. وكذلك لا بد ما دير لونغاجمون دو شونج او سيرتيفيكا ديكسبورطاسيون. لونغاجمون دو شونج تتخص الا كانت السلعه ديالك ما تيخصهاش لوتوريزاسيون ديال وزاره التجاره الخارجيه. سيرتيفيكا ديكسبورطاسيون تديرها الا كان السلعه ديالك تيخصها التاشير ديال وزاره الخارجيه ديال المغربيه، عفوا وزاره التجاره الخارجيه ديال المغرب، باش يمكن لها تخرج لبرا. وهاد الوثيقتين لاش تيداروا؟ اولا باش تعرف واش مسموح لك تصدر داك السلعه ولا لا، وثانيا هذيك الوثيقه لما تتصدر الجمارك ولا الديوانه ديال المغرب تتعلم بها مكتب الصرف اللي تيدير الكونترول على الصادرات، لان اي حاجه تصدرات خص الفلوس ديالها يدخل المغرب. هذا هو المعنى ديال هاد الوثيقتين. اذا ملي تتوجد هاد الوثائق تتشارجي السلعه ديالك وتتصيفطها على برا. الى لاحظتوا هاد الحلقه راها قصيره، ولكنها راه هي مقدمه لبزاف ديال المواضيع وديال التفاصيل اللي طرقنا لها واللي ما كانش يمكننا نشرحوها داخل هاد الحلقات اللي دازو. اذا كل موضوع غادي نخصصوا ليه الحلقه ديالو باش يكون داكشي مفصل، وباش توصل لكم كاع المعلومات اللي خصكم تعرفوا. وفي جميع الاحوال انا راني بحالكم، انا راه تنتعلم، وما كرهش انكم تخليو لي التعاليق ديالكم في لي كومونتير، وكذلك تفيدوني بمعلومات اللي انا اما خطأت وتصلحوا لي الاخطاء ديالي، ولا تضيفوا لي شي معلومات اللي يمكن لها انا تفيدني وتفيد حتى الناس اللي مشاركين معنا في هذه القناه. اذا تنتمنى ان شاء الله قبل ما نودعكم تنقول بان الحلقه الجايه ان شاء الله غادي نخصوها لي زانكوتيرم، وهي المصطلحات الدوليه للتجاره. تنتمنى انكم تدعموا القناه ديالي بالاشتراك وتبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم ومع المعارف ديالكم وتعملوا اللايكات. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.